وانا صغير عيطت مرتين بسبب هزيمة منتخب مصر، وفي المرتين السبب كان نفس الشخص، مصطفى حجي. لما كبرت شوية وبدأت صحافة وكتابة، كتبت عن مصطفى حجي اللي أبكاني مرتين بهدفين من أجمل الأهداف اللي شفتهم في حياتي، ومع ذلك عمري ما حسيت ناحية مصطفى حجي غير بالإعجاب. وبعد 22 سنة من هدف مصطفى حجي الأسطوري في مرمى منتخب مصر في تصفيات مونديال 2002، قابلته وعملت معاه لقاء صحفي وقلت له: يا عم مصطفى، هو أنت ما كانش وراك غيرنا؟ تغيب وترجع تسجل هدف أسطوري في مرمى منتخب مصر كل مرة على كده. فرد وقال لي: You know, Habibi, I tell you straight over. Egypt, you know, is like family. We're like brothers. And I tell you straight over, when I played against Egypt, I have a big motivation ever. I don't care. I could play against Barcelona or in my club or Real Madrid or whatever. But Egypt, when it comes time of Egypt, I was super motivated. The goals I score against you, it's من عند الله. And you know, من عند الله والله. In the last minutes in Burkina Faso in Ouagadougou, and yeah, it was a great goal. I don't know how I did it. Alhamdulillah. But Egypt is Egypt. It will never change. قبل ما قابله كنت عارف انه لاعب عبقري وفذ، بس ما كنتش اعرف انه كمان انسان رائع، من الطف اللاعبين اللي قابلتهم في حياتي. وقعدنا نتكلم اكتر من ساعة وكأننا 2 صحاب قاعدين على القهوة بندردش في الكورة وفي الذكريات. مصطفى حجي لعب لأندية أوروبية كتير جدا زي نانس الفرنسي، سبورتنج لشبونة، ديبورتيفو لاكرونيا، كوفنتري سيتي، اسبانيول وغيرهم كتير. وبرغم أهدافه المؤلمة في مرمى منتخب مصر، وبرغم إنه كان سبب إني أعيش لحظتين من أسوأ لحظات الكروية مع المنتخب، إلا إني أنا والمشجعين المصريين بيحبوا مصطفى حجي. وزي ما أنتم شايفين خدت منه توقيعه على تيشيرت منتخب المغرب وكمان على الكارت ده.